الحاجات اللي هي البدايات، من احسن الحاجات اللي تعمل رابور سواء قبل السيشن او ما تخش، انه اتس سيف انفايرمنت. اتكلم براحتك، انت مش بتقول الكلام ده، انت فعلا سيف انفايرمنت، وانت واخد النيه انك تبقى سيف انفايرمنت، وانت واخد النيه اني مش هحكم عليه مهما قال. يعني مهما قال اسرح بخيالك مهما قال، لانه شخصيه محترمه جدا جاي يقول لك الكلام دوت. تخيل انت رايح تكشف عند الدكتور ووريته حته كده من جسمك، فهو ايه علق عليها او صورها، نفس الكلام على فكره، بس هو بيتعرى ايموشنالي. فوحش قوي انه ما تبقاش سيف انفايرمنت بالنسبه له، وحش قوي انه يحس ان انت وحش فعلا، ودي بتحصل كتير جدا. مش محتاج حتى لما حد يقول لك عمل حاجه حرام قوي فجور، يعني ان انت لما تعمل اكشن هو ده اللي هيعرف ان ده حرام، هو عارف انه حرام. مش حد بيبقى جاي مش عارف ان ده حرام، وهو مش ده اللي عايز منك، انت مش شيخ. ولو رايح لشيخ، حتى الشيوخ كده نفسهم طبعا الناس اللي فاهمين عمره ما يدي اي حاجه انديكيشن. لا حول ولا قوه الا بالله، لا يمسك السبحه بقى ولا غلط. والناس اللي فاهمه يقول لك كده، ما ينفعش ان انا عشان ابين قد ايه ان انا اتضايقت وقد ايه انا شخص تقي، لا. فدونت جادج باي شكل. الكلام ده مريح جدا. اتكلم براحتك، محدش هيحكم عليك. سيف انفايرمنت، ما تشيلش هم كلام، ما تشيلش هم ترتيب كلام. انا هسالك كل الكلام اللي احنا عارفينه ده من ضمن الحاجات اللي تخلق رابور وتريح جدا.